هو مره طلع بنته، ليه بنت جميله ربنا يخليها له، ومعاه بنت تانية ربنا يخليها له، وزوجته المحترمه ربنا يخليها لها. يقول لك زوجتي وابنائي. ليه بقى؟ سيب طلبوا. استنى لحظه، استنى انا لحظه. اسكت انت تسمع انت. لو سمحت انت لا لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. زوجته دخلت، انتوا طبعا بتحاولوا تكلموا زوجتي يا رفته عشان يجيب من الاخر، عشان تعمل مداخله يا رفته. انا فوجئت بزوجته المحترمه عامله مداخله بتقول فيها ان انا عامل فيلم هندي وان انا راجل كذاب. طب يا سيده يا فاضله، انا عندي خلاف مع زوج حضرتك. لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. هو حضرتك المفروض ست قاعده في بيتك، ويعني انا في خلاف بيني وبين الاستاذ احمد، هو شخصيه عامه انا شخصيه عامه، بنحل خلافنا مع بعض. وبعدين جاب بنتين، ويوم قالت ايه، انا جوزي ما فيهوش علامات يا اخويا، انا جوزي ظهره ما فيهوش مش عارف ايه. ده مش انا قلت، دي لاميه وانت لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. اتفضل من فضلك، احنا اتفقنا ان سياده المستشار يتكلم ما تعلقش، وسيادتك لما بتتكلم هو ما بيعلقش، فانت ذاهب الحقوق مشتركه. لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. بعد ذلك بنتين طلعوا مع محمد شبان، هو كان موجود ضيف في محادثه تليفونيه، وفوجئت بتقول له مين ده عليا انا؟ الشخص ده اللي عايز تقارنه ببابي، فاذا انت بتحقري من شاني. فانا طلعت في برنامج، كان عندي صورتين للكابتن احمد شوبير، صوره قبل ما كان بابي. هو الغريب بقى ان بنت قالت بابي والبنت الثانيه قالت ابويا، فيبدو دي كانت ايام العز ودي كانت لسه يعني. فالمهم ايه، انا كل اللي عملته رحت مطلع الصوره، قلت لها دي بابي. اولا انا راجل من رود الفرج وشبرا، وقريتي بشالوش مركز مضمر فلاح، خلاص. ادي صوره بابي لما كان مرتضى رئيس محكمه قاعد على المنصه، نشوفها مع بعض كده عشان تعرفي بابي. استاذ محمد من فضلك نزل لنا صوره بابي، نبدا كده بابي من تحت من هنا كده بعد اذنك. لا قرب الصوره شويه يا استاذ محمد بعد اذنك من فضلك، انا مش شايفها، كبرها بعد اذنك. واضحه يعني من تحت، نبدا من تحت كده من عند الجزمه. مالها يعني؟ مالها؟ بابي اللي مفيش وجه للمقارنه. الفقر مش عيب، العيب ان ربنا يديلك وتفتري على الناس. لا لا لا، انا سلطان زماني. سلطان زمانك في سلطان زماني. طب ام بي سي كمان قناه كبيره. سلطان زماني، انا عايز سلطان زماني. جد؟ طبعا والله. انا طبعا. طب فلوس اكتر، دلع اكتر. انا سلطان زماني في انطلاق سبورت. طبعا الشركه المتحده بيقدروني بيحبوني بيحترموني كابتن احمد شوبير، شوف مين المدرب الكبير اللي انت رحت زرته عشان مريض بتديه حسنه 200 300 جنيه، اللي بيبدا اسمه بحرف السين. شوف انت عملت ايه في بيته، بيدعو عليك ليل نهار. شوف البنت اللي جت في مكتبي، خلي بالك اقسم بالله، ده ثانيه واحده اللي جت لي مكتبي ومعاها كلينكس، انا عاوز في قاذورات، عاوز اعلق فيها قاذورات وطردتها بمكتبي. ثانيه واحده من فضلك. انا ثانيه يا استاذ محمود، انا بقول لمصر كلها بشاهدها، الراجل ده يا جماعه مصر على الغلط ومصر على التريق علينا. انا تحملت فوق طاقه البشر. بس الفساد وحش ودمه تقيل بشكل سخيف جدا جدا جدا. إله يا رب وانت جاه يا رب، كل الفاسدين يقعوا وكل المرتشين يقعوا وكل الظلمه وكل الناس اللي يعني بوظت الدنيا تقع، لانه ده بقى مهم جدا. يعني خلاص جبنا اخرنا. بيني وبين احمد شوبير هذا المصحف القرآن الكريم اللي انا اقسمت عليه، وهذا المصحف يعني كبير كبير، عارف يعني كبير؟ ده بيهز الدنيا. لا ما عادش الوعد معنا. هو ممكن يحلف على موضوع هبه والمواضيع دي بعد اذنك؟ لا خلاص مش بحلف في المحكمه. لا خلاص، لا عشان يبقى انتقامه عند ربنا. لا هو حلف. لا معلش خلاص، لا معلش. كابتن احمد يعني اتقي ربنا هتلاقي مخرج. وزي ما بقول لك تاني، الكابتن اللي بيبدا اسمه بسين سين، شوف انت عملت ايه في بيته وخربت بيته، وربنا مش هيكرمك علشان البنت بنته. انا بشكركم يا جماعه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده عشان قضيتكم، كتر خيرك. خلاص لما واحده بتقول انا مرات احمد شوبير وظهره فيه كذا كذا علامات، خلاص موضوع سهل جدا. انت يا عم هات دكتور يطلع يصورك من ظهرك. موضوع سهل يا عم اطلع قناه موضوع مؤسف. ورينا ظهرك اذا كان في شفه في ظهرك كبيره ولا لا. عايزك انا معاه سامعه، عايز اعمل مداخله انا مستنيه. بس على فكره هسمع الناس بقى كلمه
نشوف بقى هو بيمثل علينا عمل ايه كابتن احمد شبير. ما ينفعش ازاي يقول كده علينا واحنا نعمل كده في نفسنا. بجد ثانية واحدة ما ينفعش برادلي يروح مع مراته برشلونة وليفربول ويوفنتوس وريال وكل الناس واحنا عاملين كده. ما ينفعش نتاجر. ما ينفعش خالص والله نتاجر. ممكن نصور بس نتاجر لا. انا تعبان من اول امبارح من ساعه الحدث. من اول امبارح بتعيط. والله ربنا يعلم. 48 ساعه اقسم بالله. ممكن نصور، ممكن نرقص، نغني، نفسد، ناخد مال اليتيم، ناخد علب، بس نتاجر لا. التجاره حرام انتوا عارفين. لا يا شيخ ده انا صدقت. ده انا صدقت. هو طبعا باص في الارض نفسه الدمعه تنزل. هو بيفكر او بيتذكر اي مشهد مأساوي عشان الدمعه. ما الواحد لما يحب الدمعه تنزل غصب عنه يعمل ايه؟ يفكر في موت حد عزيز. هو اكيد فكر في ثوره يناير. يعني خلصت علينا. انزلي يا بنت الجسم. جوزيه وطن اكتر مننا يا راجل والله. جديده دي بالنسبه لي. وبرادلي كمان الامريكان اكتر مننا. يا عظيمه ما بتنزلش. اعمل ايه؟ طول يا كابتن، طول يا كابتن. ثوره يناير، ثوره يناير.